سلام ومرحبا بكم. اليوم رايحين نحضروا مع بعض وصفة رائعة واللي فيها بنة زمان واللي هي حلوة الغريبية. وللعجين عندنا 125 غرام زبدة طرية، عندنا نصف كأس زيت، كأس إلا ربع سكر ناعم، كأس إلا ربع مايزينا، فانيلا، نصف كيس خميرة كيميائية، والفارينة لجمع العجين. نبداو نحطو الزبدة الطرية، نزيدو معاها الزيت، ونضيف كذلك السكر الناعم، ونزيدو الفانيلا، ونخلطوا كل هاد المكونات مع بعض حتى نتحصلوا على خليط كريمي. نخلطوا جيدا، ممكن نستعملوا الضرب الكهربائي كذلك. نضيفوا فيما بعد المايزينا، ونستمروا في الخلط. لازم ندخلوا هذيك المايزينا مليح في الخليط، وفي الأخير نضيفوا الخميرة الكيميائية، ونضيفوا الكأس الأول تاع الفارينة. نحاول ندخلوا الفارينة في الخليط، نضيفوا الكأس الثاني، نخلطه مليح، ثم ناخذ الكأس الثالث ونضيفوه تدريجيا. نحاول ندخلوا الفارينة جيدا في الخليط، ما نديروهاش جارية يعني متلاصقة، وما نديروهاش يابسة مليح. لازم تكون يعني لازم العجين يكون شاد روحه باه ما تهبطلناش في الفرن. انا هنا استعملت 2 كؤوس وربع من الفارينة. الان نجيبوا ميزان ونوزنوا الحبات تاعنا. انا وزنتهم هنا 35 غرام، واكيد كل وحده كيفاش تحب يكون الحجم تاع الغريبيه تاعها، يعني ممكن 30 32 حتى 35. نكمل نوزن كل العجينه اللي عندي. نحطوا الغريبيه تاعنا في صينيه ونزينوها اكيد حسب الذوق. يعني انا هنا نحط لها القرفه، واكيد تقدري تحطي لها حبه لوز ولا حبه كاوكاو حسب الذوق. انا اخترت نزينها بالقرفه. ندخل الحلوى تاعي في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، طيب من تحت ومن فوق. وها هي الحلوى تاعنا جاهزة في صحن التقديم. شوفوا ما شاء الله كيفاه تشقت، رائعة جدا. نفتحوا مع بعض وحده ونشوفوها، تخرج الشيشة وتتفتت في اليد قبل الفم. ان شاء الله تجربوا الوصفة، ان شاء الله تنال اعجابكم. ماذا بيا تكتبوا لي تعليقاتكم وارائكم، وما تنسونيش بلايك وشير للفيديو. الى اللقاء.